بتسألوني ازاي ظبطت الانجليش بتاعي. انا جاي النهارده اقول لك السر في الصوره اللي قدامك دي. ايوه زي ما انا بقول لك كده، في الصوره اللي قدامك دي. ايوه ما هو اصلا انا كنت بروح ادور على صور، وما زلت على فكره بدور على صور زي كده، واقعد مع نفسي اوصف الصوره. طبعا زي ما بوصفها بالعربي وهقول كتير قوي، بحاول اشوف هو انا لو قلت بالانجليش هعرف اقول ولا لساني هيبقى تقيل، ما عنديش مصطلحات كفايه. زي ما انت هتعمل دلوقتي، هديلك دقيقة تحاول تفكر تشوف هتوصف الصورة اللي قدامك، ايه المغزى من الصورة، شايف ايه؟ حاولت ومعرفتش؟ كمل معايا الفيديو عشان النهاردة هنتعلم expressions حلوة جدا. اول حاجة the image is a white and black cartoon. الصورة اللي قدامنا صورة ابيض واسود، اوكي؟ depicting the struggle between the man and his inner self. depicting the struggle between the man and his inner self. depicting يعني بتصور struggle الصراع ما بين الإنسان ونفسه الداخلية. in the picture the man is sitting on the monster's back. his head is raised upwards. دماغه مرفوعة لورا is raised upwards as if restrained or submissive. as if restrained or submissive كنوع من المحاولة أو المقاومة، إن أنت تقاوم أو تعافر حاجة. بشكل عام بقى overall the picture depicting the struggle or the conflict. struggle or the conflict معناها الصراع between the man and his human self. human self معناها النفس البشرية. emphasizing the importance of the self-control or overcoming your desires. overcoming معناها إن تتغلب، your desires معناها على رغباتك وشهواتك. overcoming your desires and your human self النفس البشرية. يبقى احنا طلعنا النهارده دلوقتي بشوية كلمات حلوة قوي هتساعدك لو انت beginner او مستواك متوسط او حتى مستواك كويس ان انت توصف الحالة او الصورة دي. اول حاجة depicting دي معناها يوصف. struggle or conflict الصراع والمعاناة بين مين بقى؟ the inner self or the human self. human self معناها النفس البشرية. وتعلمنا برضو كلمة restrained و submissive معناها يعافر أو يقاوم حاجة. وآخر حاجة عندنا كلمة overcome معناها يتغلب. overcome your desires اللي هي الرغبات. دلوقتي انت معاك المحتوى او معاك الكلمات اللي تقدر تساعدك ان انت توصف الصورة اللي قدامك دي، توصف الصراع ما بين الشخص وبين رغباته او النفس الامارة بالسوء. مش عارف يعني ايه النفس دي اللي بتخليك مش عايز تقوم تصلي الفجر وعايز تكمل نوم. النفس دي اللي بتخليك مش عارف تغض بصرك وعمال تبص هنا وبص هنا وبص هنا. النفس دي اللي بتخليك ما تسيبش ماتش الكوره وتفضل تلعب او تقدر تتفرج على ماتش الكوره وما تروحش تصلي. النفس دي اللي بتخليكي تحطي ميك اب وتلبسي هدوم ضيقه عشان تبيني قد ايه انت جميله والناس تفضل تبص عليكي. النفس دي اللي بتخليك تاخد رشوه عشان تتغلب على المصاريف والعيشه. اكمل ولا كفايه كده؟ وهنهي الفيديو ده بايه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. واشوفكم الفيديو الجاي.